أتمنى أن نكون دائما عند حسن ظنهم. تعلمون بأنه من بين جهة أولا كرائد أو كفاعل أساسي للتنمية هو مشيت الداخل وادي الذهب مؤسسة الجهة، أنه من 2015 ركزنا ليس فقط على التنمية المجالية من طرق من بنية تحتية من مشاريع اجتماعية، ركزنا على الجانب الاجتماعي كذلك، يعني على التعليم، الصحة، على يعني إعطاء أولوية رأس مال البشري من خلال دعم التعاونيات، دعم الجمعيات، دعم التشغيل، دعم يعني التشغيل الذاتي خصوصا دعم. واخر برنامج هو هذا البرنامج الكبير اللي قالوا برنامج تمكين اقتصادي للنساء. ورؤيتنا تنسجم تماما يجي تطبيق لرؤيه جلاله الملك فترسيخ ركائز الدوله الاجتماعيه، لانه لا يمكن باننا نعطوا اهميه لطريق نبنوا هذا ونبنوا ذا ونخلوا الانسان. نعطيك بعض الامثله البسيطه اللي اساسيه اللي قمنا بها. انتم تعلمون بانه في التعليم قمنا بعده مبادرات، درنا اتفاقيات تكوين مع جامعات باش ابناء الداخله يتكونوا ويعودوا اطباء ويعودوا مهندسين في الطب. اتفاقيه الاولى درنا بها 50 طبيب كمل، اتفاقيه ثانيه بها اكثر من 150 اطار طبيب ومهندسين اطباء، هذا كامل يتخلص عليهم الجهه باش تقراوا من مختلف ابناء الجهه، ما فيه اي فرق بينهم من كل احياء المدينه اللي يستحقها دعمنا. دعمنا كذلك بعض الطلبه اتفاقيات مع جامعه يعني في إفران الاخوين، درنا كذلك دعم مباشر للتعليم من خلال الحصص الاشتراكيه، حصص تقويه، من خلال يعني هذيك المحفظه اللي فيها كانت تقسم عطيناها للاكاديميه. درنا اتفاقيات باش نرفعوا من المستوى التعليمي للابناء، وهذا مهم ومهم جدا. اتفاقيات في الصحه، انتم تعلمون كذلك بان الداخله بعيد من المركز وكان نعانوا والمشكله كبيره من الصحه. درنا اتفاقيات مع مصحات اللي الحمد لله اكثر من 3000 مريض تم القيام بعمليات له غاليه باهظه الثمن، ما خلي العائلات تدفع. دعمنا كذلك المستشفى الجهوي، جبنا له اطباء خلصوا الجهه الان اليوم، خلصوا الجهه اطباء يعني ميدسان جنراليست عمومي او طبيب مستعجلات طبيب عام في الداخله واوسط. دعمنا كذلك جمعيات اللي تشري الدواء للعائلات المعوزه، حد تقدر حد خاص ما عندوش باش الدواء ما عنده كلام. هذا كله هدف التخفيف على المواطنين وعلى العائلات المعوزه اللي اليوم الحياه صبحت صعبه جدا. ونحن دائما ننادي بانه نسبه من هذه الميزانيه اللي عندنا يخصها تتوزع بطريقه شفافه وتستفاد منها المواطنين في مختلف القطاعات الاساسيه. دعمنا كذلك المنتزهات، يعني بالنسبه للاطفال يعني المخيمات الصيفيه، هذه ما هي اول سنه. نحن انا لما جيت هون 2015 الوقت اللي يمشي ما يوصل حتى 150 شاب من الداخل. انا درت هدف بان خاص 2000 من اطفال الداخله يمشوا في المخيمات الصيفيه وحققناه. واخر اجراء اللي تكلم عنه المتدخل اللي يتكلم فعلا هو ان الان في تشاور مع كل الجمعيات، سواء منهم اللي انضووا تحت الجمعيه اللي درنا معها اتفاقيه ولا هذوك اللي ما انضووا، باش نوجدوا خطه عمل باش يعني الطفل اللي من الداخله يمشي في احسن الظروف
ما هو لا فقط يعود مجاني بل في احسن الظروف، يعني يستوعب ويمشي. ولكن هذا برنامج عمل لازمنا نديروه مع تشاور مع كل الفاعلين الموجود محليين. هذا بالصفه ديمقراطيه، ونحن ما عندنا اي حتى نكتبوا بينا وكذا، ما مهم. المهم عندنا هو الاسره، هو الطفل، هو المواطن، لانه يوصلوا هذه البرامج. تعرفوا كذلك بان قمنا فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، فيما يتعلق بترميم المنازل، فيما يتعلق باعطاء اولويه للمعوزين، الناس الضعاف عاطيهم الاولويه. كل هذا هدفنا منه هو ان باش نوصلوا للاسره، نوصلوا للعائله. واخر برنامج اللي بغينا عليه ياسر من المشاكل هو برنامج تمكين اقتصادي للنساء، وقفنا به ونحن واقفين به حديث خطر باسرع وقت ممكن. في الايام القليله المقبله ان شاء الله لا ينطلق هذا البرنامج من حيث التمويل، من حيث يعني. وننصح المستفيدات ما تريد تصنتوا الاشاعات. طب خلي الناس يدير اشاعات ويشوش يكون مشاكل. لماذا؟ لانه يعرف عن هذه السياسات اللي قايمين بها سياسات هادفه وتستهدفهم مباشره، وبالتالي هناك يعني مع الاسف اي حد قام بعمل ناجح دائما خارجه بعض ردود الفعل العكسيه اللي مع الاسف ما تحترم يعني طموحاتكم انتم، لانكم تنجحوا ويحاولوا يديروا بالعاميه كما يقول عصام الروابه. ما تصنتوا لهم هذاك البرنامج انا وراه ولا ينجح ولا يكون مسرع وقت. معنا اعلانهم واستقبلت نسوه يابس جبرتهم عندهم افكار، قالوا لنا عندنا نديروا دراسات ولا نديروا ما نعرف شنو. وعلى اسمعوا قلت لهم ارانا هذا البرنامج انا واقف فيه شخصيا ولا تمر، ولكن يخصكم تنجحوا لي مشاريعكم، يخصني نساء من الداخل ينجحوا مشاريعهم ويوفوا به باش يعودوا مثال. نحن وفرنا لهم كل شيء، عندنا الحمد لله حاضنه جمعيه حاضنه ومكونين من الاقليم، كوناهم من الابناء هذول اللي ما عندهم شغل واللي يتخرجوا من الجامعات، وصبحوا اليوم رافدين مشعل في التكوين في مواكبه هذا 20 مكون ضمن هذه الحاضنه تعمل ليل نهار باش ننجحوا هذا البرنامج. معنا اعلانه لا داعي ان تصنتوا الاشاعات، كل ما يقال عنه عرقله او كذب، لان احنا وراه واي مساله شفنا عنها مصعب على العيال على يبدلوها مساله رجعوا ثانيه عليهم وتتعبوا. فاذا ما تصنتوا لها. والمرحله الثالثه 4000 مؤذاه، وهذا هو اللي نشوفه على انه قد يخفف من الفقر وقد يفتح كذلك باب الولوج الاعمال هذه السيدات، لان يبداوا ذلك السيدات ولكن راح يقدروا شوي يطلعوا ويعودوا الحمد لله سيدات اعمال ويخفقوا لنا الشغل ويخفقوا لنا الثروه، ونحن على العموم نحن معاكم باش ننجحوا هذه السياسات. فاذا هذا مهم، وهذا خاصه تكلمت عن ابننا ولدنا اسمه عزيز. كنت انا كلفت شخصيا احمد العالم يفتح معكم حوار، صح ولا لا؟ وكنا معنا سلطات الولايه ودرنا اتفاقيه ومولنا، احنا مولين هذه الاتفاقيه اللي تفتح لكم الباب ان شاء الله باش تعود نداء. ولكن انا قلت لكم مشكل البطاله مشكل وطني، مشكل عويص يتطلب ميزانيات كبيره. نحن على كل حال لا نبغى شيء، نقوم بالمبادرات ونراجعوا عنكم عند الوزاره الوصيه وعند الوزارات الاخرى. اود في البدايه ان ارحب بكم باسمكم جميعا بالسيد الموفد اللجنه التنفيذيه موفد الامين العام للحزب، ترحيبا حارا في حظيره الداخل. وأنتم تعلمون بأن الداخلة قلعة استقلالية قوية جدا،
ويطرح لها 1000 حساب في الاستحقاقات الانتخابية هنا في هذه الجهة. نحن نعقد هذا المؤتمرين الإقليميين لكل من إقليم أوسرد وإقليم الداخلة في ظروف متميزة. أهم ما يميز هذه الظروف هو الاعترافات المتتالية بالسيادة المغربية على صحراء، الانتصارات الدبلوماسية القوية للدبلوماسية المغربية التي يقودها جلالة الملك، التنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية بوتيرة متصاعدة، واللي الحمد لله المجلس الجهوي للداخلة وكل الجماعات الاستقلالية تلعب فيها دور كبير جدا في إطار بلورة هذه التنمية على أرض الواقع. ظرفية تتميز باختيار يعني غالبية ساكنة الجهة للبرنامج اللي تقوده نخبة حزب الاستقلال في هذه الجهة. نؤكد لكم السيد المفد الأمين العام بأنه هذه المناضلات والمناضلين اللي أمامكم كلهم مصممين بأنهم يخدموا البلاد على أحسن ما يرام طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة نصره الله. حزب الاستقلال كفاح ونضال، حزب الاستقلال كفاح ونضال، حزب الاستقلال كفاح ونضال، حزب الاستقلال كفاح ونضال. وبأنه الحمد لله هذا الأمر يعني نحن نقول بأنه نعاود لكم الترحاب مرة أخرى ونأكد لكم بأنه كل هذه الناس اللي هون في الداخلة اللي تنتسب لحزب الاستقلال هي متشبثة بهذا الحزب أكثر من أي وقت مضى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المداخلات كلها كانت تصب الحمد لله في أنه جهة الداخلة والذهاب تعرف دينامية اقتصادية تنموية هامة، وبأنه يعني هذه الفترة قمنا بمجهودات كبيرة جدا فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، ليس فقط الشق الاجتماعي بل كذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية، فيما يتعلق بالطرق، فيما يتعلق بالمشاريع التنموية الكبيرة، ولكن كذلك لم نغفل عن الشق الاجتماعي. ومن بين المشاريع الكبيرة الآن اللي نحن الآن ورش يعني هام هو يعني التمكين الاقتصادي للنساء. ومن هنا أوجه رسالة للمستفيدات من الشق الأول من هذا البرنامج الهام اللي أنا يعني نقف عليه على حيثياته يوميا، بأنهم ما يستنتوا تلاو هذه المشوشين اللي يشوشوا، بأنه هذا البرنامج يسير على قدم وساق، بأنه في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله نبدأ في عمليات التمويل والمواكبة، واللي نطلب منهم هو أنهم ينجحوا هذه البرامج باش يعودوا عندنا نساء يعني يعني هذا النساء يولجوا لأعمال ويعودوا يعني ناجحات في مشاريعهم. هذا هو يعني على العموم لاحظتم الانسجام الكبير في القاعة، التدخلات كلها كانت هادفة، ويعني أنا أظن على أنه هذا الملتقى كان ملتقى ناجح بكل مقاييس.